حينما يكون هناك بحث. انتهى وقتك، انتهى. هذه 5 دقائق و10 ثواني. 5 دقائق و10 ثواني. طيب. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم يا كريم. اخواني شفتوا ما جاوب على سؤالي، من تزوجها بعد عمر بن الخطاب؟ ما يدري. هو يدري طبعا، هو تابع حلقاتي، شفتوا الان يستدل عليه كله بحلقاتي. يقول انا اقول ليش المشاهدات صعدت، واقول احمد محجوب صار 3 ايام ما اشوفه بالبثوث، ما اشوفه بالتيك توك، اثاري قاعد بالقناه مال اليوتيوب مالتي قاعد يشوف 3 حلقات عندي بمال ام كلثوم، حافظ درخ، حافظ درخ ما شاء الله يا رجل. لو مذاكر يعني بشغله كان تستفيد من عده. يعني اخواني يقول لي حتقول دلوقتي، اخواني سبحان الله، وكبس روحه اهلا بناصرنا احمد محجوب قال انه الشيعة يقولون ان ام كلثوم هذه ماتت سنة 55. احسنت، نعم ونحن نقول ذلك، حياك وبياك، شكرا شكرا جزيلا احمد محجوب. اذا كيف تزوجها عبد الله بن عمر زوج زينب، وزينب ماتت سنة 62 للهجرة، وكانت حاضرة في واقعة الطف في عقيدتنا احنا وفي كتب الامامية اجماعا. زينب سلام الله عليها كيف تزوجها؟ يا اما ابو هريرة اخوان رجع عنده، رجع بمعجزة للحياة وصلى عليها. لو ام كلثوم رجعت بعد ما ماتت اختها، الله قعد ام كلثوم حتى يزوج عبد الله بن جعفر. حدث العاقل بما لا يعقل احمد محجوب. زين، طيب احمد محجوب ليش ما تقرا اسانيد؟ وين سند الروايه الصحيحه اخواني اللي تقول بزواج ام كلثوم؟ وين عندكم كم حديث في خطبه ام كلثوم؟ ولا حديث صحيح. ليش ما تذكرون احمد محجوب للعالم؟ عندك في الاصابه، شوفوا اخواني، شوفوا الان هذا جنائز، هذه جنائز. انا اريد زواج الخطبه. عندكم مثل ما ذكرت مال المدائني سندها وين؟ سندها وين اخوان؟ شوفوا السنه، اهل السند قاموا ما يحجون بالسند وما يعترفون بالسند. انا ردت من هاي المناظره ابين لكم حقيقه هؤلاء انه يتحدثون زين بشيء والله العظيم غير موجود عندهم. عقيدتهم شيء وما في كتبهم شيء، ولا يعلمون بما يحتجون على المخالف. ياتي ويقول طيب روايه النسائي ليش ما تقراها؟ اقراها بالله عليك. شو يقول ابن جريج؟ شو يقول؟ سمعت نافعا شنو؟ يدعي أي يزعم إن ابن عمر. ليش ما تقرون الأسانيد للعالم وتشوفوها للعالم؟ ليش ما تشوفوها الرواية اللي في النساء هذه زين عن ابن جريج عن نافع قال رأيت أو سمعت نافعا يزعم اخوان، يزعم يعني شنو؟ يعني يدعي هذا، هو ما مصدق به، هو الراوي يقول سمعت نافعا يزعم هذا. طيب أنا ما لي علاقة بهذا، سنن النساء في الجنائز أمام الجميع. يا أهل السنة والجماعة، هذا شيخكم وكبيركم على التيك توك، بالله عليكم الآن هذا شيخ السلفية والوهابية وتلميذ الأساتذة الكبار عندكم، بالله عليكم لا يستطيع أن تثبتوا يا أهل السنة والجماعة حديث واحد صحيح بتزويج. طيب قلنا إذا نقول إحنا الإمام المعصوم قال عندك بعبد الله أنه أخذ بالحديث أكو علي بنت أبي طالب، انطيني في الحديث علي بن أبي طالب، قلت لك تنتهي المناظرة. لا يوجد. أخذ علي بن أبي طالب أم كلثوم إلى بيته. طيب من هذه أم كلثوم إخواني؟ تعالوا خلينا نشوف سوية، تعالوا خلينا نشوف من هذه أم كلثوم. تمام إخوان؟ طيب الآن إخواني تعالوا خلي أطلع لكم على الشاشة هذه أم كلثوم من؟ ما عندنا مشكلة، المسألة جدا بسيطة وجدا سهلة. خلي أحول الكاميرا. تعالوا إخوان شوفوا سوية، هذا كتاب على الشاشة الآن أمامكم. خلي أرجع الكاميرا. هذا الكتاب اللي على الشاشة أمامكم إخواني كتاب الأنوار العلوية للشيخ جعفر النقدي، الصفحة 436. يقول وقد واريت في بعض الكتب ولم أستحضر اسمه الآن، يقول ما معناه أن أحد أئمة الهدى إن عمر عن عليه السلام إن عمر خطب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب فرده، فخطب أم كلثوم بنت أبي بكر ربيبته عليه السلام فاعتل بصغرها فقال أريني إياها، فبعث بها إلى من؟ إلى عمر بن الخطاب في حاجة زين فاستدناها. وماذا؟ هذه الرواية اللي عندنا احنا علماءنا، هذا أحد الأقوال مال العلماء وهذا على الشاشة أمامكم إخوان شوفوا زين. فرده فخطب أم كلثوم بنت أبي بكر ربيبة علي عليه السلام.
واضح؟ هذا في كتاب الأنوار العلوية أخواني. طيب الآن لو تركنا هذا الكلام ونأتي ونجد أكو من يعضد هذا القول من كتب أهل السنة يا أخوان؟ نعم، هنالك ما يعضد هذا القول. أخواني هذا أمامكم على الشاشة، هذا كتاب تهذيب الأسماء والصفات للإمام النووي، الجزء الثاني إخوان، الصفحة 369. هذه مسألة يقول عن أختها عائشة، مسألة رقم 767. يقول النووي: وأم كلثوم هذه تزوجها عمر بن الخطاب بنت أبي بكر. هاي شنو هاي؟ أم كلثوم بنت أبي بكر. طلعت النووي يقول يعني نفس القول اللي قال به علماؤنا عندهم أيضا موجود. إخواني تفضل أحمد محجوب، عندي 25 ثانية زيادة تقدر تاخذها. طيب بس ما جاوبتني أحمد محجوب، لا تنسى منو تزوجها واعطيني حديث صحيح أمام الناس كيف خطبها، اثبت لنا تفضل. طيب لك 5 دقائق ونصف. طيب بداية الأمر يا إخوة بارك الله فيكم.